ناقص عليك يا زمل. لما نيجي نشتري تجميعة كمبيوتر جديده بنسال نفسنا اسئله كتير. ايه هي المذر بورد اللي هتكون متناسبه مع احتياجاتي؟ ايه البروسيسور اللي هيخليني اشتغل بدون اي مشاكل؟ الجي بي يو اجيبه من انفيديا ولا من اي ام دي؟ طب الرامات هجيبها 16 جيجا ولا اجيبها 32 جيجا؟ وهي هتفرق في ايه اصلا؟ فبنبتدي ان احنا نروح لشخص خبير يبتدي ان هو يقول لنا او ينصحنا بالامكانيات اللي احنا محتاجينها. السؤال الاهم هنا، هل الامكانيات اللي انا اخترتها تكون موجوده في جهازي متناسقه او هتتناسب مع احتياجات شغلي ولا لا؟ وهل كلهم هيكونوا متناسقين مع بعض ولا لا؟ يعني ايه الكلام ده يا عم دودز؟ يعني اقول لك يا زمل، انت ممكن تكون جايب ماذر بورد حلوه جدا وبروسيسور قوي جدا وكارت شاشه حلو جدا، بس اختيارك مثلا للرامات والاس اس دي بتاعك مخلي ان الاداء فيه حاجه اسمها عنق زجاجه. هو يعني ايه يا عم دودز عنق الزجاجه دي؟ ببساطه شديده يا زمل، عنق الزجاجه دي هي الحاجه اللي بتمنع الكمبيوتر بتاعك من انه يؤدي احسن اداء ممكن. بمعنى ايه؟ هقول لك مثال بسيط جدا. تخيل ان انت عامل تجميعه كامله هاي اند، وفي عنصر معين او حاجه معينه في التجميعه مش هاي اند، حاجه ضعيفه شويه. الحاجه الضعيفه شويه دي او اللي مش متناسقه مع الجهاز بتاعك ده ممكن تخلي لك الجهاز كله يبقى عطلان وبطيء جدا، في حين ان انت شاري حاجات قويه جدا. يعني هقول لك مثال بسيط قوي. تخيل ان انت ماشي على طريق سريع ومتسافلت وحلو جدا، وانت معاك عربيه لامبورجيني، وفي عربيه او تراك كبيره من العربيات النقل الكبيره ماشيه قدام في الطريق، فهي سد الطريق كله، ولا منك ان انت عارف تجري وتستفيد بسرعه العربيه وجمال الطريق، ولا العربيه دي قادره ان هي توسع لك سكه لان هي واخده كل مساحه الطريق. نفس الفكره بالظبط يا زمل بتكون على الكمبيوتر. لو انت جايب كل الكومبوننتس او المحتوى بتاع البي سي بتاعك بشكل بروفيشنال ومتناسق مع بعضه، الجهاز بتاعك هيبقى طلقه وما شاء الله اكبر، هيكفيك في كل الاحتياجات اللي انت بتستعملها. وعلى العكس، لو في قطعه واحده بس مش متناسقه مع الجهاز اللي انت مجمعه، هيبطئ الجهاز كله وهيخلي ان انت ما تاخدش اداء اي حاجه من الحاجات القويه اللي انت اشتريتها. وده السبب اللي بيخليني ان انا اعمل فيديو النهارده. انا بحاول انشر وعي يساعد الناس ان هي ازاي تقدر تعمل تجميع بشكل بروفيشنال، عن وعي ان انت تكون فاهم انت بتجمع ايه، وليه بتختار المذر بورد دي مش المذر بورد دي، وليه البروسيسور ده هيكون كومباتبل او متوافق اكتر مع المذر بورد اللي انت اخترتها. وعلى الاساس ده هبتدي اعلمك ازاي ان انت تقدر تختار الرامات والهارد وكل حاجه في الكمبيوتر. لو انت اول مره بتتفرج عليا، اهلا بيك يا زمل. انا دودز ليجند، وده هيكون اول فيديو من سلسله فيديوهات تك ليجند. دي هتكون بلاي ليست او قائمه تعليميه عن التكنولوجي، هشرح لكم في الاول كل ما يتعلق بالبي سي. يعني ان شاء الله عنوان الفيديو اللي جاي مثلا هيكون عن المذر بورد، اعلمك ازاي تفهم مكونات المذر بورد وازاي ان هي بتشتغل وايه اهميتها في الكيس بتاعتك، وازاي ان انت تختار مذر بورد معينه، وازاي تفرق ما بين الموديلات الكتير والشركات الكتير اللي بتقدم لك مذر بوردز. بعدها مثلا ان شاء الله هيكون فيديو البروسيسور، بعدها هيكون فيديو الجي بي يو، بي اس يو، وهكذا. وهفهمكم ايه المصطلحات اللي بتتقال على الكومبوننتس او القطع الموجوده في البي سي، وهفهمك ايه مكوناتها وايه الابعاد بتاعتها، هفهمك يعني ايه الكورز، وهفهمك الباندويث، وهفهمك كل حاجه انت محتاج تعرفها عشان تبقى فاهم وانت بتختار البي سي بتاعك. لان مع كل احترامي لصناع المحتوى اللي بيقدموا محتوى تك في الوطن العربي، ناس كتير منهم بتتكلم مع الناس اكنهم فاهمين، او هو بيخاطب الناس الفاهمين. للاسف الناس اللي مش فاهمين بتكون محتاجه ان المعلومه توصل بشكل دقيق اكتر ومشروح بشكل افضل. بدون ما اطول عليكم، خلينا نسمي بالله ونصلي على النبي وندعي لاخواتنا في غزه. افتكر يا زمل ان صلاتك وشغلك او مذاكرتك او الواجبات اللي عليك اهم بكتير من الالعاب ومن تضييع الوقت في اي حاجه تانية. تاكد يا زمل ان انت بتقضي كل الواجبات اللي عليك تجاه ربنا سبحانه وتعالى، ثم تجاه نفسك واسرتك، وبعد كده يا زمل في وقتك الفاضي تقدر ان انت تلعب او تخرج او تعمل اي حاجه، او تقعد تتسحل في سيرش كده زي العبد الله لما بيعمل. في البدايه خليني احكي لكم قصه حصلت معايا انا شخصيا، احكي لكم مثال بسيط عن تجربه حصلت معايا عشان تساعدكم تفهموا اكتر عن كيفيه بناء بي سي سليم، وموضوع عنق الزجاجه والحاجات دي تتوضح اكتر بالنسبه لكم. الورك ستيشن اللي انا بشتغل عليها اسمها اتش بي زد 4 جي 4، ودي ورك ستيشن قويه جدا، والمعالج اللي فيها بيسمح لي ان انا اشتغل بكفاءه عاليه جدا جدا. انا من الناس اللي بتشتغل على ادوبي افتر افكتس، وكان عندي فكره الفتره اللي فاتت دي ان انا اصنع محتوى جرافيكس من جوه الالعاب، اكون اول شخص في الوطن العربي يعمل محتوى او مراجعه للعبه من جوه اللعبه نفسها. وبالفعل الحمد لله نفذت فيديو، والفيديو ما انتشرش قوي لانه ما اتنفذش باحسن دقه، ولان في ناس كتير ما بتشتركش في القناه، ولكن ده مش موضوعنا دلوقتي. اداء الجهاز مع الجرافيكس او مع ادوبي افتر افكتس كان بيسبب مشاكل، كان بيسبب كراش في بعض الاوقات. بعض الاوقات التانيه كان بيحصل انه البرنامج بيديني نوت ريسبوندنج ويقفل خالص، ما كنتش فاهم ايه السبب. فقعدت سيرش شويه عن مكونات الجهاز اللي عندي واشوف اذا كان هو كومباتبل مع صناعه المحتوى بشكل عام والجرافيكس بشكل خاص ولا لا. واللي اكتشفته يا زمل صدمني. المفروض ان انا بستعمل كارت شاشه من انفيديا ار تي اكس 3060 ويند فورس او سي 12 جيجا بايت، نسخه محترمه جدا وقويه جدا، والكارت تقريبا ما كملش معايا حوالي 10 شهور. والمفروض ان ال 3060 12 جيجا بتقنيات الدي ال اس اس الحديثه والري تريسنج بتسمح لي ان انا اشتغل على صناعه المحتوى بدون مشاكل. ودي الحاجه اللي انا استغربتها مع الجهاز بتاعي، لان
لقيت الجهاز بتاعي بيفصل اوقات كتير، ولو حد بيشتغل على الافتر افكتس هيكون فاهمني، برامج زي الافتر افكتس بتحتاج ريندرنج داخلي، يعني في حاجات بتحتاج ان هي يتعمل لها ريندر ان بروجكت نفسه. باختصار اكتشفت ان انا عندي مشكله عنق زجاجه في حاجتين مختلفتين، لان انا صانع محتوى وجيمر. اول عنق زجاجه عندي كانت الاس اس دي اللي انا حاططها عندي. انا عندي اس اس دي M.2 بينقل بسرعه 3200 ميجا هرتز، وهو بي سي اي 3، وهنتطرق للبي سي اي 3 والميجا هرتز والحاجات دي في جزء تاني او في فيديوهات تانية ان شاء الله. خليني باختصار اقول لك في الوقت الحالي ان الهارد اللي انا بستعمله عشان اشتغل عليه البروجكتس السرعه بتاعته مش كفايه لصناعه المحتوى، وده اللي بيسبب الكراشز في البروجكتس اللي انا بشتغل عليها سواء على افتر افكتس او على بريمير برو. اما بالنسبه للالعاب فاكتشفت ان في عنق زجاجه في حته تانية خالص، الا وهي البروسيسور اللي عندي هو انتل زيون 2123، وده معالج كويس جدا والكورز بتاعته بتدي اداء عالي جدا لصناعه المحتوى. ولكن بالنسبه الالعاب بتعتمد على اداء السنجل كور الواحد. احب اقول لك ان كل بروسيسور بيكون فيه عدد معين من النواه او الكورز، بيترتب اداء الالعاب بتاعتك على اساس الكور الواحد، مش اداء الكورز المجمعه مع بعض، سواء هم 4 او 6 او 8 او ايا كان البروسيسور اللي احنا بنتكلم عليه. فباختصار انا فهمت ان انا عندي مشكله بسبب البروسيسور. واحد يجي يقول لي يا عم دودز بسيطه جدا، شيل البروسيسور اللي عندك وحط بروسيسور ثاني بيكون السنجل كور بتاعه اداؤه كويس فهتقدر تلعب عادي جدا، وشيل الاس اس دي اللي عندك او ضيف عليه اس اس دي يكون السرعه بتاعته متناسبه ومتناسقه مع البرامج اللي انت بتشتغل عليها عشان تقدر تشتغل في سلام وتتخلص يا عم من عنق الزجاجه اللي انت عرفنا بيها من اول الفيديو دي. هقول لك يا زمل يا ريت كان الموضوع بالبساطه دي، كنت عملت كده طبعا، ولكن هو ده اللي انا كنت بتكلم عنه في بدايه الفيديو. عشان اجيب اس اس دي ببي سي اي اي 4، والبي سي اي اي دي هي نوع السلوت او المداخل اللي بيركب فيها الاس اس دي او هاردات الاس اس دي، لازم يكون المذر بورد نفسها بتسبورت البي اس اي اي 4 سلوت. فكده انا عشان اقدر اجيب هارد M.2 يكون بي سي اي اي 4 عشان ينقل لي بالسرعه المطلوبه زي السامسونج مثلا ال 990 برو او هارد من الهاردات الجديده، كده انا محتاج يكون عندي مذر بورد مختلفه. وعشان اغير البروسيسور لبروسيسور يكون قوي ويؤدي معايا باداء سنجل كور محترم، لازم تكون برضو المذر بورد كومباتبل. طب كده يا زمل عشان اغير الهارد والبروسيسور هحتاج اغير المذر بورد. طب تغيير المذر بورد هحتاج اغير الرامات، لان ممكن المذر بورد الجديده تبقى سبورتد لحاجه اعلى من الدي دي ار 4 اللي انا عليها. طب كده يا زمل هتفتح على نفسك فتحه ان انت تغير الكيس كلها. وفي الحاله بتاعتي بالذات لاني كنت جايب الجهاز ده استيراد، وهكلمكم برضو في فيديو مخصوص عن الاجهزه الاستيراد عن تجربه 4 سنين الاثنين من اقوى اجهزه الاستيراد على مر التاريخ اللي هم زد 440 وزد 4 جي 4. اكتشفت انه هنا دي حلاوه التجميعات، او ان انت تعمل بي سي مجمع من الصفر وتكون بتختار كل حاجه على حده. فهنا قررت ان انا اسيرش وابحث عن الكومبوننتس او المتعلقات او المحتوى اللي بيكون موجود جوه اي بي سي عشان اقدر افهم ايه الفرق ما بين المذر بورد دي والمذر بورد دي والكلام ده كله. واتصدمت يا زمل باللي انا وصلت له. للاسف اكتشفت ان في ناس كتير جدا بتقع في مشاكل زي اللي انا بقع فيها دي. انا قعدت فتره طويله جدا بشتغل على الجهاز وانا مش فاهم سبب الكراش، وكنت كل مره بحلها بطريقه مختلفه. وللاسف برضو في كل مره طلبت نصيحه من حد كان بيديني نصيحه في حاجه مختلفه ملهاش علاقه خالص بالموضوع. يعني مره كنت بروح اعمل ويندوز، مره تانية كنت بعمل تحديث او ري انستول للانفيديا درايفر، مره ثالثه كنت بدخل اكلير كاش واظبط الدنيا. وكل دي حاجات مش مساعده، لان زي ما قلت لك انا ما عنديش فهم للهاردوير زي ما انا مثلا كنت فاهم سوفت وير، فبالتالي انا مش عارف ان المشكله جايه بيلت ان او انتجريتد مع الجهاز اللي انا بشتغل عليه. ولذلك ابتديت اعمل سيرشات، ولما الحمد لله وصلت في ريسيرش لمستوى عالي من الفهم قلت لا انا لازم اعمل فيديو او سلسله فيديوهات ابتدي ان انا افهم الناس الحاجات اللي انا فهمتها، لان في كوارث ممكن تحصل. يعني خليني اقول لك مثال بسيط جدا جدا. تخيل انت عندك تجميعه قويه جدا ومعاك كارت شاشه مثلا 3060 زي اللي عندي، وحبيت تعمل ابجريد لكارت شاشه مثلا وليكن 5070 تي اي، والمذر بورد والبروسيسور وكل حاجه عندك كومباتبل، بس انت في التجميعه القديمه كان عندك بي اس يو او باور سبلاي 750 واط. هل هتقدر ان انت تجيب ال 5070 تي اي ده تحطه مكان ال 3060 وخلاص كده الموضوع انتهى؟ هقول لك لا طبعا يا زمل، لان الباور سبلاي اللي عندك في الجهاز كان كومباتبل لما انت كنت حاطط ال 3060 ال 12 جيجا، عشان الباور اللي بيستهلكه ال 3060 12 جيجا اقل من الباور اللي بيستهلكه ال 5070 تي اي. ولذلك مثلا لو في الحاله دي لو انت الجهاز بتاعك تمام وكومباتبل بشكل كامل مع الكارت ال 5070 تي اي او ايا كان الكارت اللي انت عايز تجيبه، بس الباور سبلاي 750، فانت هتحتاج تغير الباور سبلاي ده تجيب باور سبلاي على الاقل 850، لان عن تجارب اداء عملها ناس كتير خبراء في التقنيات قالوا ان الباور سبلاي ال 850 هيكون افضل عشان ال 750 هو المينيمم ريكوايرد لل
50 70 تي اي. ولذلك لو انت حبيت تحافظ على الكارت بتاعك او الجهاز بتاعك بشكل عام هتحتاج ان انت تجيب باور سبلاي 850 مش 750. ابتديت تخاف صح؟ ابتديت تحس ان انت محتاج تشيك على كل حاجه. مثلا بالنسبه للرامات، حد يجي يقول لك انا عندي رامات 32. طيب ما هو يا زمل ال 32 دي 32 ايه؟ يعني مثلا في رامات دي دي ار 3، في رامات دي دي ار 4، في رامات دي دي ار 5، انت انهي واحده عندك فيهم؟ والميجا ترانسفير بتاعتها بتبقى كام؟ الميجا ترانسفير دي يا جماعه هي سرعه نقل البيانات اللي بتقدر تعمله الرام بتاعتك. فانت مثلا ممكن يكون عندك رامات 64 مش 32 وسرعه الميجا ترانسفير بتاعتها مثلا 3200 ميجا هرتز، في حين انا ممكن يكون عندي رامات 32 مش زي ال 64 بتاعتك، عندي بس رامات 32 بس الميجا ترانسفير بتاعتها 6400 ميجا هرتز، دي بتكون اقوى مليون مره من ال 64 ال 3200. وزي ما قلت لك في بدايه الفيديو مش موضوعنا النهارده ان انا اكلمك عن ان ديتيلز متعلقه بكومبوننت او محتوى او قطعه معينه من البي سي، لان زي ما قلت لك ان شاء الله المذر بورد والبروسيسورز وكروت الشاشه والباور سبلايز والرامات والهاردات حتى المونيتورز وحتى انواع الكابلات اللي انت بتستعملها، كل حاجه في دول باذن الله على مدار الاسابيع اللي جايه هيتعمل لكل حاجه في دول فيديو خاص بيشرح لك كل حاجه متعلقه بالموضوع بشكل كامل، عشان باذن الله بعد ما نخلص كل النقاشات وكل الفيديوهات عن كل الكومبوننتس هعمل لكم فيديو عن التجميع اللي انا ان شاء الله ببنيها دلوقتي، وهقول لكم انا اخترت ايه ليه وازاي الحاجات دي كومباتبل مع بعض، حتى باختياري للمونيتور او الكابلات اللي انا هستعملها مع التجميعه بتاعتي. لان من ضمن المعلومات المهمه جدا اللي انا اكتشفتها، الناس مثلا عارفه ان في اتش دي ام اي وفي ديسبلاي بورت، وان الديسبلاي بورت بتوصل تردد او ستابيليتي اعلى للصوره، ولكن خد بالك يا زمل لو انت مثلا بتلعب على شاشه 165 هرتز مثلا لازم تكون عارف نوع الديسبلاي بورت اللي عندك. هو الديسبلاي بورت ليها انواع يا دودز؟ يا زمل ليها انواع، ومش انواع بقصد الشركات المصنعه ليها، لا انا بتكلم عن الفئه او الموديل بتاع الديسبلاي بورت اللي في ايدك دي. يعني مثلا ببساطه المونيتور اللي ورايا دي هي اوديسي جي 5 كيرف ديسبلاي 32 انش بتنقل سرعه 165 هرتز. كنت عملت عنها فيديو اول ما جبتها وعملت المراجعه كامله بتاعتها، هسيب لكم اللينك بتاعها فوق في الكارد عشان لو حد حابب يعرف عنها، انصح بيها بشكل قوي جدا. بيجي معاها الكيبلز بتاعتها اتش دي ام اي وديسبلاي بورت، بس الديسبلاي بورت اللي بتيجي معاها بتكون 1.2. حد يجي يقول لي طب ما هو اكيد الشركه مش هتديك ديسبلاي بورت مش كومباتبل مع الامكانيات او التقنيات اللي هم عاملينها في الشاشه. هقول لك لا يا زمل، لو دخلت سريشت ورايا دلوقتي حالا او سالت جوجل او تشات جي بي تي او اي حد على وجه الارض هيقول لك ان لو انت مثلا بتلعب على 165 هرتز ال 1.2 مش هتكون افضل حاجه، ولذلك انت محتاج تجيب ديسبلاي بورت 1.4 عشان ال 1.2 بتدعم لحد تردد 144 هرتز فقط، ودي معلومه صدمتني بصراحه. واصلا لو قلت لك ان الاتش دي ام اي مش معموله ان هي تكون كومباتبل مع البي سي بشكل قوي، دي حاجه هتصدمك برضو، لان لو قريت برضو ورايا يا زمل هتلاقي ان الاتش دي ام اي مخصصه اكتر لاجهزه الكونسولز والبروجيكتورز، والديسبلاي بورت هي اللي مخصصه اكتر للكمبيوترز او للبي سي مونيتورز عشان تنقل لك اعلى جوده واعلى اداء، خصوصا لو انت كومبيتيتيف جيمر. عشان كده يا زمل اتمنى ان انت تكون وصلت لحد هنا. انا مش عايز الفيديو ده يكون طويل، ولكن انا كنت بحاول اوصل لكم قد ايه ممكن يكون في مشاكل واخطاء انت بتقع فيها لما بتيجي تجمع بي سي. الحمد لله اخوكم عمل ريسيرشز حلوه جدا جدا، قاعد بذاكر بقالي فتره طويله قوي كم تقنيات مش طبيعيه. الموضوع ممتع جدا، ممكن تحس ان هو مكلكع شويه، ولكن بالطريقه اللي انا هعملها ان شاء الله اللي هي تقسيم كل كومبوننت في فيديو، انت هتقدر تاخد لكل فيديو المساحه بتاعته وتقدر تتعلم وتفهم، وده ان شاء الله هيخلي اي حد هيتفرج على الفيديو ده فهيعمل سبسكرايب عشان يستنى الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله يكون خبير تقنيات. عايز اقول لكم ان انا امبارح كنت في مول البستان انا واخويا بنجيب شاشه، والحمد لله الحمد لله الحمد لله انا بعت للراجل 3 شاشات بس لفهم التقنيات بتاعه الشاشات، وساعدت 2 ان هم يعملوا تجميعه بشكل بروفيشنال لان هم كان عندهم اختيارات خاطئه، وهتكلم عن الاختيارات الخاطئه والاختيارات الصحيحه وازاي ان انت تقيم اصلا تجميعه اختياراتها صح او غلط في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. هقول لك تاني انا دودز ليجند، وده اول فيديو من سلسله فيديوهات تك ليجند، سلسله هتخليك تكون اسطوره في التقنيات وتكون فاهم بشكل كبير، مش بس تكون حافظ انت محتاج ايه او عايز ايه. علمك ازاي تعرف الامكانيات المحدده اللي انت محتاجها، سواء انت كنت كومبيتيتيف جيمر او تريبل اي جيمر او صانع محتوى او بتشتغل في الاي اي او تصميم المواقع او كل ما سبق زي العبد لله. عجبك الفيديو شكرا مقدما لللايك اللي انت هتعمله، شكرا لرايك اللي انت هتشاركنا بيه في الكومنتات مقدما، شكرا لاشتراكك ودعمك ليا وتفعيلك للجرس عشان المحتوى يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، وان شاء الله الناس تستفيد وتتبسط. شكرا لوقتكم، كان معاكم دودز ليجند او دودز الجيمر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.